الماسل فيلور او الفشل العضلي موضوع عليه جدال ونقاش كتير جدا. ناس كتير تقول لك لازم توصل له في التمرين بتاعك عشان تاخد اقصى استفاده من التمرين، ناس تاني تقول لك انت مش محتاج توصل له قوي او تبقى قريب منه بس في تمرينك. ده اللي هنتكلم فيه النهارده ونحاول نوضحه باختصار على قد ما نقدر. في الاول كده عاوزين نعرف يعني ايه اصلا فشل عضلي. من المعروف ان كلمه فشل كلمه وحشه، بس في الجيم الموضوع مختلف تماما. من اسمها فشل عضلي انك بتفشل تجيب عدة تاني زيادة بأداء مظبوط، بيبقى جهازك العصبي والعضلي خلاص مش قادرين يوصلوا طاقة تاني كفاية للعضلات ان هم يكملوا العدة دي. زي مثلا لو بتلعب بار بنش بريس، البار نزل بيك على الصدر على الاخر، يبقى كتفك والتراي عندك والبنش مش قادرين خلاص يطلعوا بالوزن عدة تاني خالص. طيب في ابحاث كتير مختلفة عن الموضوع ده. زي ما قلنا في ابحاث تقولك ان انت لازم توصل له في التمرين وتجيب اخرك، وابحاث تانية تقول لك العكس مش لازم توصل له قوي. فاحنا هقول لك الخلاصه وهقول لك المناسب ليك تعمله. في ابحاث ودراسات بتقول لك ان انت لما توصل للفشل العضلي في تمرينك ده بيزود القوه العضليه عندك والكتله العضليه عندك، وكمان بقى بالذات لو انت مستواك متقدم ممكن تكسر حاجز البلاتو عندك، ان انت مثلا بقالك فتره مكمل على نفس التمرين او مش لاقي تطور اكتر، فانت لما توصل للماسل فيلور ده بيحسن ادائك ويخلي فيه تطور اكتر. نيجي بقى على الناحيه الثانيه، الابحاث الثانيه بتقول لك ان انت لما توصل للماسل فيلور كتير قوي في تمرينك ده بيزود الاستروس هرمون عندك ويزود الكورتيزول، بالتالي على المدى البعيد هيأثر على نمو العضلات عندك وممكن تقل. تاني حاجه برضو بتحصل لما تفضل توصل للماسل فيلور والفشل العضلي كتير في تمرينك، ان انت هتيجي على الفورم بتاعك والاداء بتاعك في التمارين بتاعتك، وعلى المدى البعيد لما كل ما هتزود الاوزان بتاعتك على الفورم بتاعك يقل ده بيعرضك اكتر للاصابه. كمان الابحاث دي بتقولك ان حتى الرياضيين اللي مستواهم متقدم جدا ما ينفعش يوصلوا على طول للماسل فيلور في كل مره، ممكن على فترات يعملوه على فترات لكن مش كل مره، عشان ده بيزود عندهم الاجهاد العضلي ويقلل الريكفري بتاعهم. طيب امال امتى بقى استخدمه وازاي استخدمه صح؟ بص، اولا لو انت شخص مبتدئ ولسه داخل الجيم جديد حتى لو بقالك شهور يفضل ما تشغلش بالك بيه قوي، يعني عشان ما تتشتتش. انت ركز على تمرينك وحاول تحسب مجموعاتك واوزانك في كل تمرين وتحاول تتطور فيهم وتجيب اخرك برضو في تمرينك وتتعب. يعني مش بقولك مثلا ما توصلوش ان انت تطلع من التمرين حاسس انك ما اتمرنتش او مش جايب اخرك، لا لازم تجيب اخرك وتتعب في التمرين، بس الجملتين مش عكس بعض خالص. لو انت بقى مستواك متقدم شويه وعاوز تعمله، بص اول حاجه بلاش تعمله على الكومباوند تريننج زي مثلا البار بنش بريس ديد ليفت سكوات، الحاجات دي عشان خطر الاصابه فيه هيكون عالي قوي. ممكن تعمله على الماشينز مثلا، بحيث مثلا انت لو الوزن تقل منك خلاص مش عارف تكمل بيه تاني الجهاز هيرجع مكانه ونسبه الاصابه فيها هتكون قليله قوي. وتاني حاجه حتى لو هتعمله على الماشينز ما ينفعش يبقى في كل تمرين لازم توصل له، لا مش شرط في كل تمرينه عشان ما يأثرش زي ما قلنا قبل كده يجيب لك الاوفر تريننج، يعمل لك اجهاد عضلي او كمان يأثر على الريكفري بتاعتك. انت لو نومك مش كويس اكلك مش كويس فيفضل تقلله شويه. اخر حاجه عاوز اقولها لك ان خليك عارف دايما ان التمرين وبناء العضلات والجيم ده ماراثون مش سبرنت، يعني فكر دايما لقدام ما تبصش تحت رجليك، شوف الحاجه اللي هتفيدك على المدى البعيد مش حاجه مثلا هتفيدك على المدى القصير بس لكن قدام هتضرك. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، وما تنساش لو عندك اي سؤال ممكن تسيبه في الكومنتات تحت او تبعته لي على الانستجرام وهحط لك الاكونت في الديسكريبشن تحت. ولو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وسبسكرايب. استنوا في الحلقات الجايه.